حب مصر سبق إلى قلبه، حتى يعني لما مرت مصر من سنواتها العجاف فكان هو الذي أنقذها من خلال إدارته للاقتصاد في ذلك الوقت، فكان نعمة على مصر وكان نعمة على ما حولها، فرفعها الله بحبه لمصر رغم إهانتها الأولى له. ومرحلة الملك المقدس المظفر قطز. لما زرت مصر آخر مرة كان لابد أن أكتب شيئا لمصر، فأردت أن أبرز دور مصر في شكل شخصية معينة ترفعها وتقدمها للقارئ بشكل جميل. وكذلك أن نقطة الوصل أو النقطة الالتقاء بين قطز اللي هو محمود بن ممدوح وبين سيدنا يوسف أنه كذلك دخل مملوكا عبدا أسيرا، وهذا لم يمس أو لم يؤثر على حبه لمصر، لم يحب أن ينتقم من مصر لأنه دخلها عبدا. فلما رفعه الله ووصل إلى مكان يعني عالي أصبح ملكا، كان أول شيء قدمه لمصر وللعالم كله أنه هزم التتار وأوقف مدهم الذي أتى من قراقورم من أيام جنكيز خان. فكان ما فعله مصر وما فعله المصريون طبعا كأنه أشبه بسد ذي القرنين الذي أنقذ الأقوام الذين أنقذهم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنقذ العالم كله. فمن هنا يأتي دور مصر العالمي وإنقاذ ليس فقط مصر وإنقاذ البشرية كلها. دراستك ليسانس حقوق. نعم. بس أنا شايف أنك متعمق في التاريخ المصري أو التاريخ الإسلامي أو العربي بمعنى أصح. والله منذ كنت صغيرا كان اهتمامي بثلاثة مواد يعني كنت أجد نفسي فيها، لا أتعب نفسي في البحث فيها أو في التلقي، يعني كانت أمور تدخل بشكل طبيعي. الأدب خاصة الشعر، الفلسفة والتاريخ. يعني الناس أنا كنت أرى الناس أصدقائي مثلا يدرسون لمدة أسابيع لكي يحفظوا شيئا معين التاريخ، أنا أقرأه بشكل مركز معمق قراءة أو قراءتين فأجد نفسي استوعبت جميع ما. طب أنا دلوقتي عارف شعور السادة المشاهدين، عايزين متعطشين يسمعوك، فعايزين نبتدي بين اليأس والأمل. بين اليأس والأمل قصيدة ترجع إلى ما قبل 1991 كتبتها وأنا عمري حوالي 20 سنة. بين اليأس والأمل. يا عاشق الحلم هلا قمت تسمعني، أم أنت كالسمار أم أنت في الحان كالسمار تجهلني. هاموا وما عن سموق النسر قد اجتمعوا وقد شجاه العلا إذ هام بالقنن. الصوت قد جف مكلوما كبعض صدى، إن قلت آه يرد الآه في كفني. والصدر قد ضاق في يأس يخامره لم يستطبه مع الأيام في محني. والقلب فاض أسا في نبض عاصفة هبت على الحزن حزنا غير مندفن. من أين أبدأها أقصوصة شحبت، من أين أبدأ والكتمان أرقني. من دمع طفل بجنح الليل منسكب والدمع قد ألهب الإشفاق أيقظني. من عين أم وقد هانوا العفاف بها وقاسموها فراش الطهر في سكني. من فرط حزن أب أهدى العيون إلى أرض الحمى صغرت في عتمة الوطن. من كرب أخت سباها العجل مكرهة مضى بها نحو قيد السبي في حزن. من عمر شيخ عتي صان شيبته من وصمة البؤس قد شابت مع الحين. من ضيم شعب فريد والعرين حما حتى غدا لاجئا في مظلم المدن. والقصيدة طويلة تتكلم عن مجموعة من الملاحم، لكن طول القصيدة قد ايه؟ حوالي 60-70 بيت. 60-70 بيت ما شاء الله. وانت قلت لي في قصائد عندك 1400 بيت. ملحمة محمد رسول الله الذين معنا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهي عنوانها معلم الأنبياء، معلم الأصحاب. معلم الأصحاب. نعم. عندك مقتطف مثلا من قطز؟ طبعا. انت طبعا اعمالك كثيره وثريه وصعب ان احنا نحصرها في حلقه، تحتاج عده حلقات طبعا. بس احنا عايزين ناخد مقتطفات شعريه بحيث نعرف الناس شخصيتك وكتابتك. هو قطز يعني الشخصيه محيره، وعندما نقول قطز نقول بيبرس. فعلى كل حال خرج التتار من العراق غدا هباء، تركوه قاعا صفصفا بعد البلاء. فالشام بغيتهم وآن بها كما قد آن في بغداد من قبل انتهاء. هي سنة بلد فآخر بعده
ومذابح أخرى تطاوله مداء. وكغيره قد كان أمرا هينا أمراؤه شغفوا بعرش واعتلاء. وكأنما طبع الخيانة بينهم قد صار خير الطبع بل عين الذكاء. جنحوا لسلم عندما اتتروا ارتأوا أن يجنحوا للحرب سفكا للدماء. معهم من العلماء شر مطبق أفتوا لهم سوء الهوان والانكفاء. وعدوهم ما كان ينظر جبنهم ما كان ينظر غير من حمل المضاء. إذ في ميافرقين جيش كامن لم يرضى الاستسلام مثل الأشقياء. عصم الجزيرة بين دجلة والفرات وحصن الفرسان دون الأدعياء. والكامل المغوار قاد صفوفه وجد الجبال وكان حصنا للوفاء. الله. قد كان يعلم أنه بجزيرة والبحر أعداء وهم أعتى العداء. قد كان يعلم أنه مستشهد لكنه للموت يطلب كالدواء. هذا زمان ليس يرضى فارسا لا يرتضي إلا عميلا في ازدراء. والملحمة طويلة جدا. نعم ما شاء الله. طب كنت كاتب قصيدة على المسيح. طبعا سيدنا عيسى يعني شخصية أسميها دائما نقطة الالتقاء بين أعظم ديانتين في الدنيا، المسيحية والإسلام، وأكثر الديانات التي لهما أتباع. فسيدنا عيسى عندما نحبه يحبه غيرنا بطريقة ونحبه بطريقة، لكن الحب واحد يخرج من قلوب متفرقة إلى محب واحد. نعم. لا، جميل تعبيرك ان انت ملتزم بقواعد الشعر القديم، يعني الشعر اللي ليه اصوله بترجعنا للزمن امرئ القيس وحسان بن ثابت. ممكن اخذ منك الكتاب من فضلك لان الملحمه معك. الملحمه تحت الانبياء، ملحمه الانبياء عند الله. نعم اتفضل. ديمة الملحمه التي تتكلم عن جميع انبياء الله. فمثلا سيدنا عيسى يقول: نور المسيح اذا اطل من السماء الحب كان مع السلام لنا وجاء. والأرض تصبح في جمال صفاته وهو الذي في الحسن قد قهر البهاء. وكأنه يوم النزول ثيابه كانت إزارا أصفرا معه رداء. لون الحياة إذا بدت أزهارها وتطلعت للشمس حين أتى المساء. والماء يقطر منه كان كأنه غيث يجود بأمة صارت ظماء. يمحو به الشر القديم جميعه ويسن للدنيا أمان الأتقياء. ويقود دمع الخاطئين برحمة وحنان قلب في شعاب الأنبياء. إيمان أخشاب لصرح حجارة رفعت بإبراهيم بيتا للدعاء. ببشارة قادت نفوسا حرة بخلاص عيسى نحو خير الأولياء. بخلاص عيسى نحو خير الأولياء. طب رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى، أنا عارف إنك عملت